حلقة النهارده يا شباب ان شاء الله تعالى هي الحلقة السابعة من سلسلة اسرار لو اتعلمناها هتفك العصامة لساننا وتسرع سرعة نطقنا للضعف وقول ان شاء الله. سلسلتنا دي يا شباب ماشيين فيها بالترتيب بحيث تكون مرجع لاي حد عايز يتقن اللهجة الامريكية ويفهم ايه اللي بيحصل في الافلام وايه سرعة النطق الغريبة اللي بيكونوا فيها دي. يلا بينا معكم اسلام اي كي اس ام اكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. في البداية كده ممكن حد يسألني يقول لي هو الاختصارات دي ملهاش نهاية؟ هقولك بكل بساطة احنا بناخد اختصارات للأدوات اللي ملهاش معنى في الإنجليزي. يعني يا صديقي ببساطة بناخد اختصارات أدوات النكرة والمعرفة، حروف الجر، حروف العطف، أفعال مساعدة، الحاجات اللي لو حطيتها لوحدها كده في الجملة في الإنجليزي ملهاش معنى. فعشان كده الشخص الأمريكي هنا يقولك ليه أنطق كلمة زي دي بالوضوح الشديد ده لما ممكن أختصرها. over the internet. يلا بينا نخش على الاختصار الاول. لو قابلنا يا شباب كلمه زي دي في الانجليزي الطبيعي انك تقولها it's a good one، مفيش اي مشكله، بس وارد انك تسمعها في الافلام بالسرعه دي. It's a good one. It's a good one. It's a good one. وده طبعا راجع بكل بساطه لان كلمه that's و it's و what's الثلاثه دول تقدر تختصرهم لصوت ت. فيلا بينا بقى نطبق بسرعه الارانب دي، اسرع حاجه موجوده عندك في الانجليزي. قميص زي ده لو عايزين نقول ان ده ملكي it's mine، ده ملكي، بس هي دي السرعه اللي اتعودنا عليها؟ لا، اسرع حاجه ممكن تقولها it's mine. 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 It's funny. It's funny. It's funny. Fine, it's fine, it's fine, it's fine. Hey. Fine, it's fine, it's fine, it's fine. اختصار زي ده تقدر تسرع بيه نطقك في جمل كتيره جدا في الانجليزي. فمثلا بدل ما تقول بسرعه السلاحف It's all right. It's all right. It's all right. على طول It's alright, it's alright, it's alright, it's alright. بدل ما تقول it's okay على طول it's okay. زي ما هتشوف في المشاهد دي مرة بسرعة السلاحف ومرة بسرعة الأرانب. اديني حبة دلع. It's okay to use. It's okay to use. It's okay to use. It's okay, everybody. It's okay, everybody. It's okay, everybody. كلنا عارفين هنا إن أسرع اختصار لكلمة what is هي what's. اسمه إيه؟ What's his name. الأسرع بقى من كده اللي بنسمعه في الأفلام الأمريكية ومش بنفهمه. What's his name? His name's Flynn. What's his name? What's his name? It's his name. اللي حصل إن what's طبقنا عليها نفس نظرية It's his name. تحس إن أنا نطقتها بس أنا فعلا ما نطقتش حاجة غير وده طبعا بيفسر لنا لما بيجوا يقولوا كيف حالك What's up ساعات بيقولوها صعب. بأكد عليك طبعا ما تطبقش سرعة النطق دي لو انت لسه مستواك مش سريع في الانجليزي، بس على الاقل اعرفه عشان لما حد يكلمك بالانجليزي تقدر تفهم عليه واستماعك يكون قوي جدا. Hey, Doc, score now. Score now. Score now. do does دي افعال مساعده نطقها الصح تمام بس لما تكون بتنطقها لوحدها، لكن في وسط جمله بنسبه كبيره جدا بتنطق بالشكل ده عدي عليها مرور الكرام. do بكل بساطه هتبقى ده كسل تنطقها. what do you see what do you ده what do you see. What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? What do you do? 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 اما بقى does في وسط جمله مش محتاج تفتح الفك بالمنظر ده. does شايف بينزل لتحت ما تبذلش فيها اي مجهود. does فبدل ما نقول بالنطق البطيء what does he want بالنطق السريع what does he want what does he want what does he want What does he want? 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 طب ما تيجي نعمل تجربة كده ونتخيل نفسنا بنتفرج على فيلم أجنبي دلوقتي وقابلنا مشهد زي ده، حد هيعرف يترجمها؟ What does that mean exactly?
What does that mean exactly? What does that mean exactly? What does that mean exactly? رغم ان معظمنا تقريبا متعلمين في المدرسة الا ان اغلبنا مصدومين من سرعة النطق، وده طبعا يعاب على طريقة تعليم المدارس. علمني التعليم البطيء مفيش مشكلة، وخلي الاولاد يقولوا What does that mean؟ برافو يا ولاد، بس ما تقنعهمش ابدا ان هو ده اللي هيسمعوه في الحياه العمليه، ولا حتى تقنع نفسك كمدرس بكده، علشان تطلع اجيال مؤهله انها تنزل حياه عمليه وتكون فاهمه الاجانب لما يجي يتكلموا. من اكتر الافعال المساعده في الانجليزي اللي بنستخدمها عشان نسال عن الماضي بنقول ايه؟ did. زي مثلا لما بنقول انا عملت ايه؟ what did I do؟ بس ده نطق بدائي جدا، مش هتسمع الامريكان في الافلام بيقولوها بالشكل ده. غالبا في الافلام هتسمع السرعه المتوسطه اللي هي what did بتبقى what did I do? What did I do? زي ما هتشوفها في المشهد ده. تخيل ان دي السرعة المتوسطة، علشان تعرف تنطقها صح ما تقولش what did مش بالدي قوي كده، خفف لسانك جدا هتتقن اللهجة. what did ده لمس بلسانك what did I do what did I do. في بقى هنا سرعة قصوى هتسمعها وقت الطوارئ، اتنين بيتخانقوا، موقف طارئ جدا زي ما هتشوف دلوقتي. اما بقى في السرعة القصوى بتاعتنا سرعة الارانب هتسمعها بصوت واحد بس what did بقت what I do what I do. What did he say? 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 ودلوقتي خد لك لقطة الشاشة الجميلة واستعد لسؤال الحلقة. في المشهد ده من المسلسل اتذكر اختصار اخدناه في حلقة النهاردة. حاول تخمن السؤال ده كان ايه؟ How's it feel? How's it feel? How's it feel? لو عرفت ايه اللي اتقال ما تنساش تكتب لي السؤال بترجمته في التعليقات، وما تنساش تابعوني على قناة انجليزي شوارع من الافلام، سايب لكم الرابط تحت في اول تعليق، بنشرح فيها الانجليزي كله من الافلام باسلوب مبسط جدا، مش محتاج ولا ورقة ولا قلم. اشوفكم على خير في رعاية الله، لا إله إلا الله. Back in high school. لما تكون بتتكلم إنجليزي هنا وعايز ترجع بالماضي تتكلم عن فترة معينة في حياتك في الماضي، استخدم كلمة back in وحط الفترة دي وكمل كلامك عادي. يعني مثلا لما كنت في المدرسة الثانوية back in high school، طب لما كنت في الكلية back in college. ومش عايزك تضيق أفاقك، يعني ممكن ترجع لسنة معينة وتتكلم عنها back in 2014 سابقا في عام 2014. من أهمية الجملة دي لدرجة إن كان في سلسلة كان عاملها الراحل ريتش بيانا، كانت سلسلة كاملة عبرة لمن يعتبر، بيحكي فيها حاجات حصلت له زمان، كان اسمها Back in the Day. كنت دايما أحب أدلعها وترجمها في يوم من الأيام الخوالي، عشان كده اديني حبة. What's up everyone? Back in the day, story time.